نعم. دي ميزه اكيد يعني. كابتن حسن، انت مش شايف ان تعيين حسام البدري كمدير فني للنادي الاهلي مجازفه من لجنه الكره ان وضع حسام البدري كمدير كره؟ لا، انا شايف ان حسام عنده الكفاءه وعنده المقدره على هذا الكلام، وعشان كده احنا قررنا بحسام. يعني كان ما خدش مننا وقت طويل بعد موضوع فنجاده، واعتقد ان حسام ادرى واحد بامكانيات اللعيبه. هل مانويل جوزيه لما عمل لكم التقرير السنوي بتاعه مشيتوا عليه ولا سبتوا جميع الصلاحيات لحسام البدري كمدير فني ومسؤول ويحقق جزء من اللي حققه مع مانويل جوزيه؟ جميع المديرين الفنيين اللي عندنا الكبار والصغيرين بيقدموا لنا التقرير الفنيه بتاعتهم، ويمكن هو قدمه قبل ما حتى يقول عايز يمشي، قبليه يمكن بشهر ونص تقريبا كان مقدم تقرير مستر جوزيه، والتقرير دوت لازم بنقراه ولازم بنشوفه كويس ونشوف بقيه التقارير كويسه، والتقرير دوت لابد ان هو يبقى يتقري كويس ويتعرف كويس. ناخد بيه ما ناخدش بيه ده موضوع تاني بقى خالص. نعم. كويس. يعني موضوع ان دلوقتي انت عندك مدرب او مدير فني جديد له صلاحيات المدير الفني السابق، يعني زيه مدير فني له جميع الصلاحيات اللي هو كده. حسام من حقه بقى ان هو يقول وجهه نظره ايه، عايز يغير، عايز اكيد هو اتشاور مع حسام في حكايه التقرير اللي اتكتب ده كمان. طبعا ما هو كان هو المدرب العام ومدير الكوره حسام. بالظبط كده. هل فكرتوا في حد يتولى مسؤوليه مدير الكوره بعد هادي خشب اللي دخل مع حسام؟ هو هادي المنسق اللي هو بين لا لسه. دي المشكله ان هادي الحقيقه ثبت فيها كفاءه عاليه قوي. نعم. يمكن بقول انت شغلتنا، يعني هادي منظم الحقيقه وولد اخلاقيا ممتاز وشغلنا كتير قوي، يعني كان بيعمل اجتماعات. نعم. هادي كتير اكتر من الفتره السابقه، ومنظم هادي الحقيقه، واعتقد انه هو شغالكم فين يا كابتن؟ اداري هيبقى كويس. يعني ده من الكوادر اللي صراحه يعني ايه شغلنا؟ يعني ايه شغلنا؟ يعني يعمل لنا اجتماعات. كنا مثلا بنعمل 10 اجتماعات في السنه، عملنا مثلا يجي 30 اجتماع في السنه، 40 اجتماع في السنه. تعالى بقى، هل بين وجهه النظر ما بين فرقه الكوره للجنه الكوره ولا كان ايه بالظبط؟ لا هادي المنسق العام. احنا عندنا فرق الكوره بمدربينها باحترافها بإدارة التسويق بكل ما يخص شؤون كرة القدم، بالمدارس الكورة عندنا، بكل ما يخص شؤون. هو بينسق بيننا وبينهم. عايزين نغير اللوائح بتاعة الناشئين، عايزين نغير اللوائح بتاعة الفريق الاول، الوصل يعني. التعاقدات اللي موجودة تمت ازاي ومتابعة هذه التعاقدات. لما بنيجي نطلب منه تقرير عن لعيبة بعد إدارة التسويق من الأخ عدلي القيعي كويس، يبقى في متابعة من هادي، مش أنا اللي بتابع عدلي. الحقيقة كان دور فعال، والمنصب دوت هادي فعاله قوي، يعني اشتغل فيه لسه ما لقيتوش حد اللي هو يحل محله كده؟ اعتقد لا لسه طبعا. اعتقد ان هو نجح فيه يعني. طيب كابتن حسن، برضو ما زلنا مع مانويل جوزيه. مانويل جوزيه يمكن اطلب حديث في جريده الامارات في السوبر الاماراتيه، و يعني قال حاجات عيب ان احنا حتى نقولها على الهواء مع الساده المشاهدين. اساء للصحافه المصريه والاعلام المصري، واساء للعيبه المصريه بتاع الكلام ده. انت كرئيس النادي الاهلي كابتن حسن حمدي ودعمتوه، وهو جوزيه نجح في المكانه دي ووصل للعالميه من خلال النادي الاهلي. انت فكرت ازاي في الكلام اللي كتبه في نادي السوبر؟ شوف، انا للاسف ما قريتش لغايه اللحظه اللي احنا قاعدينها، وقبل كده برضو كنت نفسي اقرا وما قريتش. ما قريتش ولا مش عاوز تقرا يا كابتن؟ لا انا ما قريتش الحقيقه. انا عاوز اقرا. يعني انا لازم هقراه يعني. نعم. بس انا لغايه دلوقتي انا ما قريتش هذا الحديث، لكن قريت اللي التعليقات اللي حصلت على هذا الحديث. الحديث نفسه انا ما شفتوش. طبعا انا ضد ان اساءه لاي صحفي، او ضد اساءه للصحافه المصريه، ضد اساءه لاي حاجه موجوده، والكلام دوت
انا ما قريتوش فما اقدرش احكم عليه، لكن لو في اساءه طبعا الكلام ما ينفعش اصلا ان انا اسيء لمهنه المفروض ان هي المهنه ديت هي المنبر بتاع الراي العام، والمفروض ان هي الراي او السلطه الثانيه يعني زي ما بنسميها في الصحافه، ان هي بتبقى بتقول للناس الصح والغلط، ولو في اخطاء لازم تتعرف، ولو في صح لازم يبان. اعتقد ان لو اساء للصحفيين ده حاجه غلط. لو كان اساء للصحفيين واساء للعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، هل لو فكر مره ثانيه انه يرجع للنادي الاهلي، هل النادي الاهلي يفكر في رجوعه مره ثانيه يا كابتن حسن؟ اقدر اقول لك بعد ما اقرا الحديث، بس اتاكد بعد ما تقرا الحديث. بص حكايه جوزيه يرجع او ما يرجعش ده موضوع جانبي بالنسبه لنا، كويس، غير واقعي. ماشي، الواقع دلوقتي ان جوزيه مش موجود، مظبوط، كويس، ولمده سنتين مش موجود، لان هو عقده هناك اعتقد سنه ونص، عندهم بطوله الافريقيه حاجه كده يعني. فيرجع ما يرجعش ده موضوع جانبي خالص بالنسبه لنا. كويس، ان هو يغلط في النادي عندي او يغلط مع الصحافه ده مرفوض. تقريره او مش تقريره اعتدنا بيه، انا قلت ان مدير فني جديد له كافه الحريه وكافه التحرك، لانه في النهايه خالص هو المسؤول عن جهاز الكره والكره في النادي الاهلي. فكل ديت مش عايز اقول افتراضات، واخد بالك، مستقبليه. لا، انا لو هو جوزيه ده اساء غلط يبقى غلطان، يتحاسب. مين هيحاسبه؟ مين هيحاسبه؟ هل ما بقى يعني انت دلوقتي يعني طب انت عندك ناس بتنقد ناس مسؤولين في الدوله، امسك كيس مصر بقى، حاله مصر يعني. تلاقي ناس مسؤولين كبار قوي في الدوله نقد غير عادي واساءه غير عاديه كويس، وانت بتقول دولة حرية ودولة ديمقراطية وفي حرية وفي 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 وفي. لو حد اساءه عايز يقضيه كويس، لو في اساءة لو في خلاص يبقى ياخدوا حقهم بالقضاء. النادي الاهلي اللي هو نادي المبادئ والكلام ده كله، هل النادي الاهلي ما يحاسبوش؟ حاسبه ازاي؟ هو ما بيشتغلش عنده عشان يحاسبه. قبل كده اساء للصحفيين ورفعوا عليه قضية، هل النادي الاهلي كنت بتتعامل معاه ازاي؟ مين اللي رفع قضية؟ الصحفيين رفعوا قضية على مانويل جوزيه قبل كده لما اساء ليهم. انا اول مرة اسمع ان الصحفيين رفعوا قضية. محمود صبري واحمد سعد قضية حصل فيها ايه؟ ما اعرفش بقى، اللي حصل تصالح تقريبا. ما تعرف قول لي. عشان انا ما اعرفش كويس موضوع ان انا شخصيا لو عندي قضيه وهستمر فيها لازم استمر فيها. قبل كده لما رفع الجزمه في وش الصحفيين واتكتبت وجابوا الصوره والكلام ده كله، انتوا كنادي اهلي او انت ككابتن حسن رئيس اللجنه اتعاملتوا معاه ازاي؟ بس بالراحه شويه. اولا ما قلعش الجزمه ولا لا، حط الجزمه في وش الصحفي. هو حاطط رجل وده اتناقشنا بقى دي فيها. وحط رجل على رجل وهو ورجليه عاليه وبعدين عدل نفسه تاني. انا مش فاهم يعني في حاجات كده الناس كانت بتستنى عليها. يعني جوزيه كان مسار جدل. نعم، كويس، بتصرفاته اللي انا بقول ليه مميزات وله عيوب. اكيد. فهو ليه مسار جدل كويس في بعض من التصرفات اللي انا بعتبرها عيوب. واخد بالك؟ لكن مثلا كثير جدا مثلا كان بيتوقع عليه جزاءات 50,000 جنيه مثلا من اتحاد الكوره، كان هو اللي بيدفعها. هو اللي بيدفعها مش النادي الاهلي. مش النادي. هو لما اصيب الموضوع ده مسؤوليته هو. نعم. كويس، يعني في جزاءات كان بتحصل كنت بقول له هو اللي بيتحمل مسؤوليه هذا الكلام اللي موجود. كابتن حسن، ده ما بيقللش من قدر مانويل جوزيه، راجل عمل انجازات وعمل تاريخ كبير للنادي الاهلي وعمل تاريخ اسمه. كل بني ادم ليه مميزات وليه عيوب. اخر حاجه بالنسبه كانت مع مانويل جوزيه لما رفض سفر ابو تريكه لجريده السوبر الاماراتيه كاحسن لاعب على مستوى القاره الافريقيه، منعه وهو سمح لنفسه انه يسافر البرتغال عشان خاطر يستلم جائزته كاحسن مدرب في البرتغال. انتوا فسرتوا الكلام ده؟ لا معلش، الحادثه الاولانيه انا كنت متداخل فيها. انتوا كنتوا متداخلين فيها؟ انا وانا شخصيا كنت متداخل فيها. كويس. كنت موافق ان ابو تريكه ما يسافرش؟ ايوه، يعني كان في ماتش ولا يناسب ان هو سفر ابو تريكه لبره. كويس. الكيس الثانيه بتاعت الحاله الثانيه بتاعت جوزيه كان ممكن يسافر وممكن يجي.
نعم. كويس. فانت ما تقص دي بدي. دي يعني اصل بعض الناس فسرتها قالت لك ايه ده مانويل جوزيه بيحب نفسه قوي. لا لا لا، دي مفيش.